من النادي المصري من بورسعيد مع الاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي وبعض لعيبه النادي المصري من خلال التقرير، نشوف رايهم ايه قبل مباراتهم مع تليفونات بني سويف في بطوله الدوري الممتاز، وبعدين نرجع على الفقره العالميه نشوف بقى وصول الفرق او المنتخبات الى البرازيل وكاس العالم، وفي كان بعض الماتشات الوديه اللي اتلعبت امبارح، وهنستعرض مع بعض المجموعه الخامسه والمجموعه الرابعه في بطوله كاس العالم. وزي ما قلت لكم في الجزء الاخير من حلقتنا هيكون معانا ضيف مهم جدا الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره المصري السابق باذن الله. الكل بيحلم والكل بيجتهد والكل بيدعي ان احنا ربنا يكرمنا. احنا قدامنا ان شاء الله فرصتين او اكتر من 3 ان شاء الله. انا هتكلم عن النواحي الفنيه والبدنيه اللي انا وصلت بها للعيبه. الحمد لله اللعيبه يعني استجابت 100% بالنسبه لشغلي وتمريني والسيستم والاسلوب اللي انا هلعب بيه. ان شاء الله المباراه اللي جايه مباراه هي صعبه لكن مش مستحيله. احنا عندنا فرصتين نكسب او نتعادل، دي لها سيناريو بالنسبه لي. طريقه لعب مختلفه عن طريقه لعب لازم اللعيب يكون عارفها. اولا اللاعب هو السلاح الوحيد اللي يقدر ينفذ تعليماتي، لان انت النهارده لو كسبان عايز تحافظ، لو متعادل مش عايز يجي في الجون، فده سيناريو احنا بنشتغل عليه. من بعد ماتش الحرس قفلنا صفحه الكاس وركزنا في موضوع الماتش تليفونات. انت قلت حاجه يمكن هي غلط، احنا مش محتاجين نقطه، احنا بنلعب على 3 بونت، مش هنركز على النقطه. احنا لينا فرصتين بس احنا الاهم عندنا 3 بونت ان شاء الله عشان نرتاح ونطمن. البونت هي قعدنا في الدوري، لكن لو لعبنا على البونت ممكن ما ناخدش لا قدر الله حاجه، فاحنا عايزين نريح نفسنا ونركز. وزي ما انت شايف احنا مركزين ان احنا نطلع بنتيجه كويسه في الماتش ده ان شاء الله، ونسعد جمهور بورسعيد ونريح نفسنا وندافع عن اسم النادي وعن اسامي اللعيبه اللي موجوده دي. وفي ظل الظروف الصعبه اللي بتواجهنا طبعا كل الناس عارفه احنا مش عارفين نعمل ماتش ودي، فبنحاول في التمرين، بنحاول نجتهد مع كابتن طارق، بنحاول نجتهد في التمرين، لعيبه بينا وبين بعض بنحاول نركز اكتر، فان شاء الله يكون ماتش خير لينا كلنا ان شاء الله، ونقدر نقعد في الدوري ونفرح الناس كلها ان شاء الله هنا في بورسعيد. الحمد لله احنا مركزين الفتره اللي فاتت ديت زي ما ايهاب قال لك ان احنا قفلنا ماتش الكاس خلاص، فاحنا مركزين ان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش التليفونات ده. اللعيبه كلها رجاله ومتحملين المسؤوليه كويس وعارفين ان الماتش صعب علينا، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نكسب ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله، ونقدر نفرح جمهور البورسعيد كله ان شاء الله. يعني ماتش التليفونات مش محتاج كلام، هو ده ماتش الرجاله وماتش المواقف الصعبه بعيد عن اي حاجه. ماتش مهم وماتش مصيري، بس طبعا ده ماتش انت بتلعب باسم بلد، ما بتلعبش باسم نادي دلوقتي، او بتلعب باسم رئيس مجلس اداره، او بتلعب باسم فرقه، لا انت بتلعب دلوقتي باسم بلد. فالماتش مش محتاج كلام. انا شايف الماتش ده كل لاعب لازم يحط قدامه كده كل واحد من الجمهور اللي بعيط عشان خاطر النادي، كل واحد من اللي ممكن يموت نفسه عشان خاطر النادي. فطبعا انت محتاج من الماتش بونت، بس طبعا انت كلاعب لازم تحط جواك ان انت الماتش ده انت بتلعب على 3 بونت عشان تريح نفسك وتريح دماغك من كل الوش. ما حصلش نصيب يبقى البونت في جيبك، ما تخسروش. احنا السنه دي مش ده النادي المصري، مش ده النادي المصري الناس متعوده عليه. انا عن نفسي انا من وجهه نظري الشخصيه يعني احنا كمجموعه لعيبه احنا احسن من كده بمليون مره. يعني سواء اللي بيلعب او ما يلعبش احنا كلنا لعيبه لينا اسامي، وكلنا لعيبه لعبنا في الدوري وعندها خبرات، وفي ناس بتلعب منتخبات. فيعني التاثير برضو مننا احنا مقصرين بشكل كبير، بس في نفس الوقت العوامل الخارجيه اللي هي بتحيط حواليك دي مأثره عليك في الملعب بشكل كبير. الحمد لله استعداد تام لماتش تليفونات بني سويف. انت عارف الماتش بالنسبه لنا يعني بالبلدي كده يمثل حياه او موت بالنسبه لنا، مفيش حل تاني. الكره في ملعبنا احنا اللي نحدد موقفنا، مفيش حد تاني يحدد موقفنا. انا بس عاوز اطمن الناس، انا حاسس في حاله قلق في الشارع كده البورسعيدي شويه، لا بنطمن الناس لعيبتنا على قد المسؤوليه ان شاء الله. احنا طبعا في موقف صعب زي ما انت قلت، موقف ما يلاقيش باسم النادي المصري ولا باللعيبه اللي موجودين في النادي المصري، بس كلنا عارفين مش عايزين بقى نتكلم ونقول ان البدايه كانت صعبه وان واجهتنا صعوبات كتيره لغايه اخر وقت. بس هو الحمد لله يعني اعتبر في نهايه السيزون ابتدت الفرقه تقف على رجلها، بس كان بيحالفنا سوء حظ غير طبيعي. يعني ما فيش حاجه رسمي طلعت، اعتقد كلها كلام، لكن ما فيش حاجه على الموقع الرسمي النادي الاهلي. يمكن مصر كلها عرفت موقف النادي المصري، يمكن مش هنرجع بقى نتكلم ونقول ان محكمه دوليه ومحكمه فيدراليه برأت النادي المصري. كل من هو ينتسب للنادي المصري الحمد لله طلع من براءه في القضيه دي،
وفي شق قضائي في مجموعه في شق القضائي ان شاء الله منظور. نتمنى الناس اللي عملت كده نقتص منها، لكن مش عايزين ظلم برضه، يعني مش عايزين ناس مظلومه تروح في الرجلين. واحنا يمكن من اول يوم لغايه النهارده بنقدم ايدينا بمبادرات صلح لصالح الوطن ولصالح مصر. يمكن احنا الحمد لله في نهايه بقى خطوات عوده مصر الحبيبه مره اخرى، وبقى عندنا رئيس وعندنا المفروض مؤسسات وفي قانون يحترم. واعتقد بقى يبقى اي حد يطلع تصريحات لازم يكون على قدر المسؤوليه. يعني احنا النهارده الناس المسؤوله احنا مش جماهير النهارده، يعني المفروض انت في موقع مسؤوليه، مش ايه يعني تقطع بورسعيد، يعني مش فاهم، ولا تقطع النادي المصري. طب احنا بنقول مثلا ان كانت في بدايه الاحداث نقول اللود كان عالي او الضغط كان عالي بالنسبه لمجلس الاداره اللي كان موجود، لكن احنا دلوقتي قعدنا وركزنا وقعدنا وشوفنا مين اللي عمل كده ومين اللي كان ليه ومين الظالم ومين المظلوم. لو احنا تمادينا في الموضوع احنا برضو ايه لنا طاقه، يعني مش عايزين نقول ان احنا يعني كفايه بقى ولازم نلم الموضوع، مش عايزين الفجوه توسع اكتر من كده. هذا البرنامج برعاية